ما في أي حاجة تمنع حدوث مرور الدستور الخطأ إلا إذا وعيت أنا وإنت. ما في أي حزب لا يمكن أن يرعى مصالحنا إلا إذا كنا نحن في القاعدة بنحاسب القمة. وأنا أفتكر الكلام ده ما بيحتاج واحد يكلمكم عنه كثير لأنكم عارفينه. تجي الأحزاب ويقول لكم نحن برامجنا بالصورة الفلانية، نحن بنعمل وبنعمل وبتنتخبوا انتوا النائب ما بيجي راجع له ولا بيعرف عن مصالحكم حاجة. انتوا هنا واعيين وقريبين من المدينة وناسكم بيكونوا بعض الشيء يختشوا، لكن في الغرب في الشرق في الشمال في نواب بيرسلوا من الخرطوم. الواحد ما عارف المنطقة هنا، ما عارف مشاكله ولا مصالحه ولا بهمه في الحقيقة ولا عنده ولا ليهم. لأنه إذا عنده ولا يكون لرئيس الطائفية اللي قال له عرس الطائفية يقول للناس نايبكم فلان انتخبوا، ويجي فلان ده ما يرجع لهم ثاني إطلاقا ولا يعرف عنهم حاجة. بل الحقيقة ينجوا في الخرطوم يستغذرون ولا يقابلون. أحزابنا قايمة على الصورة دي، قايمة على تنظيم طائفي قمته مصلحتها تختلف عن القاعدة. فالحقيقة أن قمته مستغلة للقاعدة. نحن إذا كان جرى وضع دستور جاهل بالصورة دي بيبقى فترة كبيرة جدا قبل الناس ما يستطيعوا أن يتخلصوا منه. المسألة اللي بتمنع من مجيء الدستور هو أنه أنا وإنت نوعى لنعارض الدستور الجاهل. نحن بصورة خاصة يعني نحن الجمهوريين بنعتقد أنه البلد ده ما عنده فرصة إلا بالدستور الإسلامي، لكن مش الدستور الإسلامي بتاع الطائفية، مش بتاع العلماء الماشيين مع الطائفية، مش بتاع فيصل، مش بتاع الناس اللي بيستغلوا الدين للسياسة. الطائفية لما نحن نتكلم عن الطائفية المسألة بتاعني النظام اللي بيقوم على الدين، لكنه في حقيقته تقديس رجل الدين الفوق، ما بيسأل عما يفعل. فالحقيقة نحن ما بنناصره لأنه بنوزن كلامه، نحن بنناصره لأنه هو أمرنا، نحن بنعتقده هو صح ولا غلط. فنحن بالصورة دي الطائفية عندنا وأحزابنا قايمة على الطائفية. حتى الوضع السياسي لما انبرز حاول يبرز مثلا زي سيد إسماعيل الأزهري 10 سنين رجع للطائفية مرة ثانية، لأنه حتى في تنظيم الماضي كان طائفي، بمعنى أنه سيد إسماعيل الأزهري يعمل ما شاء في الحزب. هذا تفكير الطائفية. وأصله الإنسان كرامته أن يكون حر، مش كرامته أن يقول له نحن عملنا كده ويسكتوا عليها. لما كان التنظيم ده في أصله طائفي بعد ما برز من الطائفية 10 سنين رجع ثاني. هنا أنتم شايفين مثلا السيد الصادق قال أنه هو عايز يصف الطائفية وقام عليها ضدها بالصورة اللي أنتم شايفينها، هسه رجع لنفس الموضوع، مما يدلكم على أنه محاولتنا ما قايمة على أسس، ما قايمة على أصول. نحن طائفيين، مخ عظامنا ده اللي بيجري فينا بالصورة دي يتربى بالتنظيم الطائفي، عايز تغيير أساسي. طيب الطائفية في حقيقة على طول المدى استغلت الشعب بالدين. الطائفية ما عايزة تنوير الناس. أنا هسه ما ممكن أمشي مثلا في قرية من الغرب، قرية من غور الأنصار مثلا أو قرية من غور الختمية، أجد فرصة لأتكلم بالصورة دي ضد الطائفية، ما برضو. الطائفيين زعم الطائفية ما بكونوا عايزين الكلام ده. ليه؟ الكلام ده ما تنوير للناس، لكن زعيم الطائفة إذا تنوروا الناس الطائفية بتنفض. إذا جاء الإسلام الصحيح ما بتكون في طائفية. شوفوا أنتوا الإسلام الصحيح عندما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة قال أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذه تربية الإسلام. لا يمكن أن تكون الطائفية عندها تسامح مع كلام زي ده، لأن الطائفية عايزة الطاعة، عايزة الإشارة. نحن أحزابنا ضد الوعي،
الطائفية إذا كان بالصورة دي العقيدة زيفتها، لما نحن نجي نديها دستور في إيدها بقت عندها السلطة الروحية والسلطة الزمنية. الدستور الإسلامي المزيف دستور الطائفية، دستور الإسلامي اللي بيكتبوا عنه هسه على الناس، ويكون مثلا في زي مسجدكم ده يقوم خطيب يجيكم من الخرطوم أو يكون من الناس هنا يقول لكم أن نحن عايزين حكم الكتاب والسنة، نحن عايزين الدستور الإسلامي. نرسل تلغراف هسه على الجهات أو نقوم وفد، تجي تلغرافات تنشر في الصحف انت شفتوها، وتجي وفود تقابل السيد اسماعيل الأسري، تقابل السيد الهادي، تقابل السيد محمد عثمان مركز، عايزين الدستور الإسلامي. الناس بالحقيقة ناسنا نحن بحبوا الدين محبة حقيقية ويمكن أن يضللوا بالدين، لكن أي دستور إسلامي يمكن أن تلتمسه أنت من الطائفيين. والناس اللي بيتعاونوا مع فيصل مثلا، هل فيصل بيحكم بلده بالإسلام؟ الناس اللي مشوا هناك عرفوا الإسلام طلع، الإسلام ممثل في البلاد الجاهلة بصورة الصوت والسيف. الفقير يسرق بيقطعوا ايده، لكن الأمير بيسرق ما بتقطع ايده. والفقير قد يسرق الحاجة البسيطة المحتاج لها هسه، الأمير يسرق الملايين ما بيقطع. دي صورة الإسلام في البلاد دي.